طبعا حناخد الدروس الجاية معظمها تمارين. حكتب لك إياها عن طريق برنامج الجيتار برو 5. ححط اللينك لكل معزوفة في الديسكريبشن يمين الفيديو عندك، وأي واحد ينزل الملف من هذا اللينك. وطبعا لازم يكون عندك موجود البرنامج الكمبيوتر، اللي ما هو موجود عنده يرسل لي أنا وأرسل له الموقع اللي يقدر ينزله منه. بعد ما تاخد التمرين اللي نحنا حيكون عندنا زي اليوم عندنا التمرين بنت الشلبية معزوفة خفيفة وأنا كاتبها بطريقة مبسطة، هتلاقي الملف يجيك على هذا الشكل، تفتحه على طول تفتح معك المقطوعة مكتوبة. طبعا هتكون مكتوبة نوتة وتاب. نوتة أنا كنت متردد إني أعطي دروس في قراءة النوتة لأنها يبغى لها تواصل أكتر وتمارين ومتابعة، فحشوف من ردودكم إيش حنقرر إننا نكمل بالنوتة أو بالتاب. التاب هذا يوضح بالضبط كيف المعزوفة تعزفها، لأنه بيكتب لك هذه أوتار الجيتار، الوتر الأول الرفيع من هنا واحد، وهذا الثاني والثالث ألين المي الغليظ تحت يعني مقلوب. لما يكون رقم صفر يعني تعزف وتر مطلق على الوتر هذا، وصفر ثاني وصفر ثالث يعني ما حتعزف الوتر الأول مي 3 مرات أوبن أو فاضي. بعدين تعزف النوتة رقم واحد اللي هي هنا، شوف هذه صورة الفينجر بورد الجيتار، هذه آخر النك، هنا المفاتيح وهنا الخشب الصندوق، فمقلوب برضو. هذه الخانة الأولى معناته تحط إصبعك هنا لما تشوف الرقم واحد. صفر وتر مطلق. 3 يعني الخانة الثالثة على الوتر الثاني اللي هي الري. بعدين الخانة الأولى في الوتر الأول. صفر يعني وتر فاضي. وهكذا انت تقعد تحلل المقطوعة والمعزوفة وتعزفها. طبعا أنا هنا أحاول أشرح لك بعض المفاتيح اللي مو عارف، يعني اللي تساعدك. معظم الأشياء اللي هنا متعلقة بكتابة النوتة هنا زي ما أنا كتبت هذه، لكن المفاتيح اللي تهمك اللي هذا المفتاح اللي حيشغل المعزوفة، وهذا اللي جنبه اللي هيعيدها من أولها في أي وقت. أهم واحد اللي هو هذا، لو ضغط عليه هتفتح لك الويندو هذه، هتلاقي فيها سرعة القطع هنا 120. لو نزلت السرعة دي أقل من كده، فرضا 100 يعني، هتنزل سرعة القطعة. وانا طبعا لازم انت تبدأ القطعة بسيطة بطيئة، يعني 60 او اقل، وبعدين تسرع لين توصل سرعتها اللي هي 120. اوكي خلاص صارت السرعة 100. تشغل، تسمع المعزوفة بتنعزف، وتشوف الخط الاخضر هذا بيوريك فين النوتة اللي بتنعزف بالضبط. حبيت تعيدها تاني تضغط هذا الزر وتشغل تاني، وهكذا. أتمنى لكم التوفيق، وأبغى أشوف ردود فعلكم وكيف أنتم مستفيدين من هذه الدروس أو لا، وإذا حابين نوتة أو نكمل بالتاب التمارين الباقية والمعزوفات. وأتمنى لكم التوفيق وشكرا.